السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يخوض منتخب السنغال مواجهة حاسمة عندما يلتقي منتخب البنين مساء اليوم الثلاثاء على الساعة 8 بتوقيت المغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب. وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، وسط ترقب لحسم المتأهلين عن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي بوتسوانا والكونغو الديمقراطية، واللذان يلتقيان في التوقيت نفسه. ويدخل منتخب السنغال المباراة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، مستندا إلى خبرة لاعبيه. ويدخل منتخب السنغال المباراة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، مستندا إلى خبرة لاعبيه الدولية، وعلى رأسهم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وإسماعيل سارة لاعب بالاس الإنجليزي. ويأمل أسود تيرانغا في تحقيق الفوز لحسم التأهل رسميا والصعود إلى دور 16 بثقة. كما يطمح الفريق إلى تقديم أداء قوي يعكس خبرته القارية، ويمنح الجماهير السنغالية الثقة في بلوغ الأدوار المقبلة. بينما يخوض منتخب البنين المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة، واضعا نصب عينيه الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في مجموعة صعبة وتمنحه بطاقة التأهل أو فرصة انتظار أفضل أصحاب المركز الثالث، خاصة بعد أن جمع 3 نقاط من فوزه على بوتسوانا بهدف دون رد في الجولة الثانية. وفي الجولة الثانية تعادل منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، ليصل المنتخبان إلى 4 نقاط، إلى أن فارق الأهداف يصب في مصلحة المنتخب السنغالي. ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية برصيد نفسه، ثم منتخب البنين برصيد 3 نقاط. يذكر أن جميع المباريات الجولة الختامية من دور المجموعات تقام في توقيت واحد. إذا ترقبوا مباراة السنغال ضد البنين على الساعة 8 بتوقيت المغرب، وتغطية خاصة لكل تفاصيل المباراة على قناتكم مغرب نيوز. المرجو الاشتراك في القناة من أجل التوصل بتغطية وتفاصيل كل المباريات في كأس أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب. شكرا على وفائكم، وإلى اللقاء.